ازيكم عاملين يا رب؟ ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. النهارده سؤالنا يتكلم عن الاتجاه الشخصي للحق. الاتجاه الشخصي للحق هو نظريه الاراده. يعني ايه؟ اولا مضمون النظريه دي او مفهومها بيقول ان معنى كلمه الحق حاجتين: يا اما انت عندك اراده ان انت تتمتع بالحاجه دي او تستخدمها، فده يبقى من حقك انك تستخدمها، يعني انت ارادتك بتبقى متجهه ان انت تستمتع بالحاجه دي، يبقى في الحاله دي حقك انك تستمتع بيها، تمام؟ او سلطه القانون اديها لك عشان تستمتع بالحاجه دي، يبقى من حقك ان انت تستمتع بالحاجه دي بناء عن سلطه القانون، او القانون هو اللي اديها لك. زي ايه؟ زي حق الملكيه، تمام؟ ماشي. هنا العلماء اللي نادوا بالاتجاه ده اتنين، واحد اسمه ماسافيني وواحد اسمه وينيشايد. طبعا الاسامي دي مهمه، ممكن تيجي بابل شيت. طيب النظريه دي كانت موفقه؟ لا، كانت منتقده. ليه كانت منتقده؟ لسببين. طبعا الانتقاد مش هنهتم بيه قد كده لانه مش موضع بابل شيت، ولكن هو للفهم فقط. اول حاجه قالوا النظريه دي معنى ان انا اقول ان انت عندك سلطه اراديه او ارادتك هي اللي بتديك الحق. طب ما في ناس عندها حق وهي ما عندهاش لها حقوق وهي ما عندهاش اراده. زي ايه؟ زي عديم الاهليه. عديم الاهليه ده ما عندوش اراده ان هو يختار اصلا حاجه، ومع ذلك هو بيستمتع بحقوق، له حقوق، تمام؟ فطبعا ما ينفعش ان انا اربط بين الحق وبين الاراده، تمام؟ تاني حاجه، في حاجات انت بتاخدها بدون ارادتك. زي ايه؟ زي الوارث. الوارث ده بيورث اموال او عقارات او اي حاجه وبيبقى له حق عليها بدون ارادته. واحد اهله توفوا مثلا، فهو بيورثهم وبيدخل، بيبقى من حقه ان هو يستمتع بالحاجات دي بدون اراده منه ان هو يموت الناس او ان هو يستمتع بالحاجه دي، هو ورثها بس، تمام؟ فده بالنسبه للاتجاه الشخصي في تعريف الحق. ونتقابل في السؤال اللي بعده ان شاء الله. اشوفكم على خير.